بسم الله بكم إن شاء الله. درسنا لليوم درس الحجاب والفوطة المفصول اللي هو روب الصلاة المفصول. إن شاء الله نطبقه على القماش هذا. طبعا معانا القماش كم 4 متر. نبدأ نخرج أولا اللي هو 3 أو مترين الحجاب. نمسك بهذا الشكل، نمسكيه مترين حجاب ومترين فوطة، او ان انتي تعملي لي متر ونص. اذا كان عندك القماش 3 متر ونص عملتي لي مترين الحجاب ومتر ونص الفوطة. مسكناه بهذا الشكل. نمسكه ونرتب. عطفناها ورتبنا. أخذنا المقاس طول الحجاب أو الخمار كم 105. نعطفه على شكل مثلث. نعطفه الآن على شكل مثلث هذا الشكل. وإذا أنت شي تعملي أكمام هتخرجي من الباقي تعملي إيش أكمام. هذا على حسب ما أنت تشتري. ثاني عطفناها على شكل مثلث او على شكل كلوش. نحدد طول ايش نثبت رأس المثلث ونحدد اللي هو كم قلنا 105. للطرف. يلا اسحبي شوية. ايوه لا عند 106 150. تمام. يلا لما تمسكين فقط على هذا الشكل. تمام. عندي الميلة حق من؟ حق الرأس. كم هتنزلها من تحت. هتنزلها بس من هنا من تحت اللي هو كم 10 سنتي من الجهتين المغلقة أو 15 سنتي. كم عندي هنا؟ كنا 105 صح؟ تمام 105. أنا عاد أخليها كم 125. عاد أخليها هنا 125. ليش؟ لأن هذه الزاوية تكون عندي إيش الذي هي ارتفاع الرأس مع الجبهة، وأعملها بالشكل دائري. بس لما أجي أقص هتجي أعملها بهذا الشكل. أرسمها علشان إيش اللي هو التدوير. أنا أقص أول شيء اللي فوق. أول شيء أقص القطعة الذي فوق. قصينا لا هنا تمام. هاتي لي طبشورة. أنا الآن هذا الذي رسمته الباقي صح. تجي بهذا الشكل لافين إلى نهاية الرسم حق من؟ حق الأمام. وأجي أقص بنفس الطريقة. احنا قصيناها ليش؟
أو عملناها علشان إيش معانا الذي هو علشان ما يكونش عندي من الخلف مرفوع، ما يكونش عندنا من فين من الخلف مرفوع. لاحظي لما تلبسيه كيف يكون. كملنا نقص الحجاب، باقي معنا بس ربطة الرأس، هنقصها لما نبدأ نخيط. نقصها الآن اللي هي